تجمع المئات من أنصار ريال مدريد وبرشلونة بمقاهي العاصمة الإسبانية لمتابعة نهائي كأس الملك الذي مالت كفته لصالح الفريق الكتالوني. راسلنا الحسن سالم رصد ردود أفعال الأنصار وأعد لنا هذا التقرير. تجمع مئات أنصار ريال مدريد وبرشلونة بالعاصمة مدريد لمتابعة المواجهة النارية الثامنة بين الغريمين في نهائي كأس الملك عبر شاشات المطاعم والمقاهي. المباراة اهتز لها أنصار برشلونة منذ الوهلة الأولى ونالوا ما أرادوا في شوط المباراة الأول، ولم يزد هدف بيدري هؤلاء إلا الإيمان بقدرات الفريق على الفوز ليسعد عشاقه بنشوة الفوز واللقب. أنا سعيدة للغاية، أنا معجبة جدا بالبارسا وأريد أن يفوز دائما برشلونة. الشوط الثاني رفع من تفاؤل أنصار الملكي خاصة بعد هدف امبابي وقدرة الفريق على تخطي الصعاب، ما عززه هدف تشواميني الذي انتفض ورفع من وتيرة جنون أنصار فريقه. إلا أن فيران توريس رفض الاستسلام وعدل كفة المواجهة، ما جعل الفرحة تنتقل ثانية لأنصار فريقه وتغضب الأنصار المنافسين. نزاع الكأس فك شفرته في الوقت الإضافي الفرنسي كوندي لترتسم ملامح الفرح والسعادة لدى أنصار الفائز. صراحة كانت مباراة قوية وشديدة التنافس خلال الشوطين، وكان الأداء جيدا لدى الفريقين. عشاق الملكي ورغم الخسارة اعتبروا أن الفريق أدى ما عليه، ورأوا أن صحوته جاءت متأخرة نوعا ما، ومنهم من استسلم للأمر الواقع. الإحساس هو أنه بعد الهزيمة في المباراتين الأخيرتين التي تلقى فيها ريال مدريد أهدافا كثيرة، لقد احترم كثيرا المنافس وكان يترقب المباراة عوضا عن البحث عن الفوز. ما أجمع عليه الأنصار هو أن التحكيم كان في مستوى الحدث ولم يكن له مجملا أي تأثير على نتيجة النهائي. أعتقد أن التحكيم كان نزيها في هذا النهائي وهو ما نريده جميعا. أدار الحكام المباراة كما رأوها، وبالتالي فإن التحكيم اليوم لم يؤثر على نتيجة المباراة. الصحف الرياضية رصدت على صفحاتها الأولى فرحة الفائز بالكأس، إذ تغنت موندو ديبورتيفو بكأس الملك 32 للكتالان، في حين رأت ماركا أن برشلونة كان ملك الكأس بفضل هدف كوندي الذي فض النزاع في مباراة تاريخية. لم يقوى إذن ريال مدريد على الإطاحة ببرشلونة الذي يعتلي بلقب الكأس للمرة 32 في تاريخه، ويفتح شهيته للبحث عن المزيد من التتويجات قبل نهاية هذا الموسم. حسن سالم بإن سبورتس من أمام ملعب سانتياغو برنابيو، مدريد. فريق شاب بمدرب جديد، شفنا كيف صنع هذه الهوية وصنع هذه الخطورة للنجوم ليس فقط في برشلونة ولا في اسبانيا بل لاوروبا كلها. فاعتقد انه بدايه مميزه لبرشلونه يستحق فيها الفوز، وان كانت المباراه شوط اول اضاع فيه فرص كثير وكان قادر انه يحسم الشوط الاول، ولكن عوده لريال مدريد في الشوط الثاني يحسب للمدرب وتغييراته. شفنا كيف اجبر البرشا على الاخطاء، وشفنا كيف تفوق الريال في الشوط الثاني على مستوى صناعه الفرص وحتى على مستوى الخطوره بعد شوط اول بدون اي تسديده على مرمى برشلونه. شفنا الشوط الثاني 7 تسديدات، هدفين، اضاع اكثر من فرصه الريال، وبخطا من كورتوا عاد برشلونه في الشوط الثاني وعاد للمباراه، وعاد كذلك حتى بالفوز في اشواط اضافيه. اعتقد انه تغييرات انشيلوتي الشوط الثاني لو بدا فيها كان ممكن احرج برشلونه من بدايه المباراه. شفنا كيف عوده دخول جولير، شفنا كيف دخول مودريتش، صنع هويه لوسط الميدان، صنع خطوره في ملعب فريق برشلونه. شوف من بعد هذه التغييرات لو نشوف الحالات، شوف كيف اصبح فريق الريال اخطر على المستوى الهجومي واخطر على مستوى صناعه الزياده الهجوميه في ملعب فريق برشلونه. كابتن احمد، يمكن على مستوى 5 أهداف في نهائي. لا، نهاية مثير، نهاية يستحق السهر، يعني لو حد سهران معانا لغايه دلوقتي فالنهاية يستحق السهر. كنت بقول لك على المستوى الفردي انا شايف ان في لاعب في ريال مدريد لا يستحق الخساره النهارده، وجود بيلينجهام. والحقيقه وان كنت انا بحب اكون صريح في الحاجات دي، انا بشجع برشلونه، سعيد بفوز برشلونه،
من حق الكابتن. ما كنتش احب ان الهدف يجي من مودريتش. انا عندي تقدير شديد لمودريتش، ممكن يكون هو افضل لاعب وسط ملعب انا عاصرته او اتفرجت عليه من حيث الشموليه. في لعيبه كانوا امهر منه، كانوا احرف منه. يمكن ايضا ان ينسحب افضل له كابتن، مثل ما فعل زيدان مثلا. هو برضه يعني الاسم الكبير يجب يبقى كبير. المفارقه كمان هدف جميل جدا من بيدري في واحده من اقل كلاسيكوهات بيدري على الاطلاق. بيدري النهارده بمعايير بيدري قدم مباراه اقل بكتير. هذا الرجل لكن دافع كثير الليله صحيح، بس فقد الكره في اوقات. يعني انت بتنتظر من بيدري عاده انه تحت الضغط هيحول ضغط الخصم الى ثغره في الخصم. النهارده هو حول ضغط الخصم الى مرتده للخصم في اكتر من لقطه. والغريب والاغرب ان رجل المباراه خدها فيران توريس. يعني لو عايز تديها لحد في برشلونه كان ممكن كوبارسي، كان ممكن انياجو، كان ممكن حتى اراوخو لو عايز في الشوط الثاني قدم اداء جيد، لكن اكيد مش فيران، واكيد اكيد اكيد مش رافينيا. رافينيا في ظني كان اقل لاعبي برشلونه النهارده. لو عايز تديها لحد كان ممكن لامين حتى، لكن هو الاختيار كان النجوم لم يظهروا الليله. كوندي النجوم لم يظهروا الليله. كوندي صحيح من النجوم. كوندي هو النجم الليله. هو ثلاثي كوبارسي انياجو كوندي، اظن هم افضل 3 لعيبه في المباراه. لكن يمكن مع لقطه كوندي دي اللي انا سعيد جدا ان كوندي اكيد خد لقطه ليه لوحده كان ممكن. لكن فران يعني في النهايه رجل المباراه او الام في بي او وات ايفر اسمها، انا ما يعني لا اؤمن بها بشكل. نحتفظ بهذا الاسم اذا كوبارسي. هذا لاعب يمكن ان يكون مدافعا كبيرا، قد يشبه المدافعين الاسبان الكبار الذين مروا على المنتخب وعلى برشلونه. بالتاكيد بالتوقع والتمركز. لاعب صراحه لسه سن 17 لسه شاب ويقود خط الدفاع. نعم، خط الدفاع بمركزيه متقدمه. يعني بويول ممكن بويول جديد. لا ممكن افضل على مستوى. انا مش عايز ابالغ. على مستوى المهاره امهر من بويول. نعم، على مستوى بالكره يعني اللعب افضل من بويول. على مستوى حتى في هذا السن ويقود هذا خط الدفاع اللي تتكلم بمركزيه دفاع متقدمه بالاوفسايد، لا يقودها الا مدافع عنده في مدافع ايسر غايب ايضا، قراءه لمسار اللعب بشكل كبير، وقراءه كذلك حتى وقياده لكامل خط الفريق على مستوى الدفاع. مرتاح بالكره ايضا على مستوى قراءه اللعب، على مستوى قراءه ايه اللي بيحصل حواليه. لا والرجوع وهو راجع وعارف التمريره دي رايحه هنا ولا رايحه هنا، وبالتالي بيعمل انترسبشن بيقطع. ده مستوى على مستوى التوب في العالم. مستوى انا يعني مش قليلين قوي اللي انا شفتهم اعلى من كده في الجزئيه دي تحديدا كمدافع، خاصه انه يعني مرتاح بالكره. كابتن بالنسبه للريال بتكلم الريال، ذكر كابتن احمد جود بلينغهام صحيح الشوط الثاني تحديدا كان نجم، ولكن اعتقد ان اردا جولير اضاف اضافه كبيره كحلول وكمنهجيه، وكذلك حتى لتحويل طريقه لعب ريال مدريد. اصبح اكثر حلول على المستوى الهجومي، اصبح اكثر حلول لاكثر لوجود اكثر من لاعب عنده مفتاح لعب. لو نلاحظ هنا تغير في المباراه، هنا اصبحت الخطوره كلها لريال مدريد. ما قبل هذه يعني هذا التغيير كان شكل ريال مدريد، كان سيطره برشلونيه، سيطره وخطوره وبدون اي وصول لريال مدريد. ولكن بعد هذا التغيير، لانه التغيير صنع لك اول شيء زياده هجوميه. لما تتكلم شوف مودريتش يقطع الكره في الثلث الاول يجبر برشلونه على الخطا في ملعبه، وهذا الشيء يصنع لك تحولات هجوميه من مناطق قريبه لمرمى فريق برشلونه، وكنت قادر على التسجيل فيها في اكثر من مره. كذلك حتى حررت لما تتكلم فالفيردي في الجزء الهجومي اصبح اكثر خطوره هجوميه في الطرف. شوف كم زياده، اكثر من 7 لاعبين. هذا الشيء ما كنا نشوفه في الشوط الاول. بعد هذا التغيير اصبحت الجرأه الهجوميه لريال مدريد اكثر، واجبرت خطوط برشلونه على التراجع في ملعبها والخطا. يعني التشكيل الذي بدأ به أنشيلوتي المباراة كان مخطئ. كان مخطئ، والأرقام تثبت بدون أي وصول للشوط الأول. بل كان برشلونة متسيد الشوط الأول، وكان قادر أن يحسم المباراة حتى من بدايتها. ولكن مع هذه التغييرات شوف أصبح الضغط في ملعب فريق المنافس، أصبح الوصول والتحولات من هذه المناطق حتى يعني هذه الفرصة اللي تسجل منها الهدف كذلك أكثر من خطورة. ولكن بعد التقدم أخطاء دفاع ريال مدريد، وتحديدا خطا كورتوا اللي خطا بصراحه غريب من لاعب خبير. المدافع لما يكون مع اللاعب المهاجم من المستحيل الحارس انه يخرج من مرماه. سنعود الى تفاصيل بالذات لما يكون المهاجم فيران توريس. كباتن سنعود الى تفاصيل هذا الفوز. كيف فاز برشلونه بعد الفاصل؟ فتره كبيره جدا جدا اخذها اخوان لابورتا، كان ممكن تودي بنتائج كارثيه، لان برشلونه كان في وضعيه ولا زال في وضعيه بالمناسبه صعبه للغايه. لكن هذا وباع الكراسي وباع الحقوق وباع اشياء كثيره، باع جزء من المستقبل حرفيا. باع جزء من المستقبل في سبيل انقاذ الحاضر، لانه من وجهه نظره لو تم انقاذ الحاضر هناتي بشيء من العوائد يعوض الشيء اللي احنا عملناه. هو زي ما يكون خد قرض من المستقبل. خد قرض على المستقبل. لكن النهارده برشلونه الحقيقه مع وجود هانسي فليك، الاختيار اللي هو ممكن يكون افضل قرار اخذه جوان لابورتا من ساعه ما عاد لبرشلونه هو هانسي فليك. توفيق غير عادي. ليس فليك فقط، وانما ديكو ايضا النجم السابق ايضا لفريق برشلونه، والمدير الرياضي الان الذي جلب كثير من اللاعبين المهمين.
بس على مستوى الملعب هو ديكو حتى كان موجود حتى مع تشافي، لكن على مستوى الملعب انا بظن لكن كان ضد تشافي. هو كان موجود، لا كان دايما يقول بان تشافي لا يستطيع ان يقود البارسا. ماتيو أليماني ثم ديكو. لكن النهارده انت فعلا بتمتلك فريق، يعني في وضعيات لعب كان برشلونه ما بيعرفش يلعبها. برشلونه ما بيعرفش يلعب يدافع جوه منطقه الجزاء، ما بيعرفش يعمل بوكس ديفندنج. المساله دي اتطورت، لا حاجات كتيره جدا جدا اتطورت على المستوى الفردي والجماعي في برشلونه. زي ما قلت لك في بدايه الاستوديو، انا بالنسبه لي هانس فليك نجح حتى لو ما كانش فاز النهارده، وحتى لو ما فازش باي بطوله قادمه، لان من نقطه البدايه لنقطه اليوم لا دي مسافه كبيره. يكفي انه الان فاز ببطولتين صحيح، ومتصدر الدوري ممكن يفوز بالثالث ايضا، ومرشح للدوري ومرشح يعني حتى الابطال. لما نتكلم يعني اهم قرار اخذه لابورتا وهو استقطاب هانز فليك، ما صنع كل هذا التحول على مستوى اللاعبين. وحفاني كان يحتفظ بابن الفريق بتشافي. نعم، على مستوى تطوير اللاعبين الشبان، على مستوى اعطاء الفرصه للاعبين الشباب، على مستوى حتى تطوير اللاعبين للموسم الماضي. هل رافينا هو رافينا الموسم الماضي؟ لا. شوف كيف التطور، يعني في كل اللاعبين اصبح تطور. الفريق مع مع الارقام مع النتائج حتى ممتع فنيا، ومن النادر تجد فريق ممتع فنيا وحتى على مستوى الارقام والنتائج ينجح. اعتقد انه فليك لابد ان ينصف. هل الاساس يبقى دائما المدرسه اللاماسيه التي قدمت لنا هؤلاء النجوم الكبار من التشكيل وهم صغار سنهم؟ من التشكيل 6 إلى 7 لاعبين في بعض المباريات اللاماسيه. اعتقد ان هذه يعطيك لو 8 في المنتخب الاول. بالمناسبه اسلوب اللعب النهارده عندما تم فرضه بواسطه برشلونه، كان برشلونه بيعيش افضل فتراته في الجيم. لما في اوقات من الجيم نجح مدريد انه يفرض جيم البينج بونج، الهجمه المرتده ثم هجمه مرتده مضاده، برشلونه خرج من الجيم. ده الجيم الانسب ليك، ده الجيم الانسب للاعبين زي بيدري زي كوبارسي. هو النهارده ليه هانسي فليك في الاخر قرر انه ينزل بجافي عشان يعمل توازن بدني، قرر ينزل باراوخو توازن بدني، لكن هو في الجيم بتاعه كوبارسي وانيجو هم الافضل. لكن لما الجيم تحول الى جيم بدني، ده مش الجيم الافضل لمعظم لاعبي برشلونه اللي بداوا يخرجوا من الملعب واحد ورا الثاني. توازن ما بين اللعب المباشر الشديد لهانسي فليك وبدا يوصل لنقطه التوازن لامتى نبطئ الجيم نوعا ما. النهارده بالمناسبه زي ما قلت ان بيلينجهام لا يستحق الهزيمه. في لعيب في برشلونه هيعدي كده، رافينيا. الجيم ده كان ممكن جدا يتحمله رافينيا لو كان مدريد فاز. اضاع فرص كثيره اليوم، وحتى الكره ضربه الجزاء السيميوليشن مالهاش اي لازمه. انت دخلت لجوه حاول تسدد او حاول تمرر او واصل، وهو ما لمسكش. راؤول اسينسيو ما لمسكش، يعني حتى السيميوليشن ما فيهاش قوي. لكن هو محظوظ النهارده رافينيا انه يطلع فائز، زي ما جود بيلينجهام سيء الحظ انه يطلع خاسر. دكتور خطا، متى فاز برشلونه غير هذا الخطا؟ متى تصورت انه بارسا ممكن يفوز؟ عودة برشلونه بخطا كورتو في هدف لوبيز توريس اللي عاد برشلونه للقاء. ولكن ما قبل هذا الخطا كان الريال متسيد المباراه، كان قادر انه يحسمها في الاشواط الاصليه، ولكن خطا ومن حارس كبير. نعم، خطا تعادل وخطا كذلك حتى في هدف الفوز. اخطاء صحيح وارتقدم اخطاء، ولكن الاخطاء لما تكون اللاعبين كبار هنا الشيء غير متوقع، ولما تجيك فرص وما تستثمرها هنا تستحق الهزيمه. ولكن في افضليه كامله برشا كان افضل الشوط الاول وحتى في الشوط الاضافيه والتسعير الاضافيه. اظن حتى ان النهائي كبير افضل. يعني لو قلنا ان برشلونه افضل في الشوط الاول ومدريد افضل في الشوط الثاني، اظن ان مدريد وهو افضل في الشوط الثاني خلق فرص اكتر من اللي خلقها برشلونه لما كان افضل في الشوط الاول. صحيح. يعني في اكتر من كره اللي زي حتى الدكتور سلطان استعرضهم، اكتر من كره بتتقطع من بيدري مرتده. يعني مثلا فينيسيوس سدد من وضعيات جيده جدا. هنا لما نشوف الكره طبعا بيلينجهام رجل المباراه بالنسبه لي، رجل المباراه. يعني ما فيش لاعب في ال 22 او بالبدلاء قدم اداء افضل من قدمه بيلينجهام. كابتن هو يظهر كثيرا عندما يغيب مبابي، يعني تكون له حريه اكثر. كلما غاب مبابي كلما كان بيلينجهام اكثر حريه. كلما جاء مبابي يتحرر وفي وجود فينيسيوس بيصبح بيلينجهام ادواره الدفاعيه اكتر، بيبقى بعيد اكتر. هو النهارده هكذا كان الدور في بس الشيء المذهل النهارده انه قدم ادواره الدفاعيه والهجوميه بتكامل غير عادي. جود بيلينجهام حتى على مستوى الضغط، يمكن هو النهارده كان مسؤول عن اكتر من مره ان الكره تقطع. يعني انا قلت لك ان بيدري قدم مباراه قليله بمعايير بيدري، السبب في ده هو ضغط جود بيلينجهام. هنا مثلا زي ما بقول لك، هنا مدريد وهو افضل في الشوط الثاني، لا في فرص اخطر من اللي شكلها حتى برشلونه في الشوط الاول. نعم، في صناعه الفرص الريال في الشوط الثاني اكثر. في التسديد على المرمى الريال في الشوط الثاني اكثر، وان كان الشوط الاول تسيد في برشلونه ولكن وصل 4 من غير فرص كثيره. كثيره. النقطه الثانيه بيلينغهام في وجود امبابي اعتقد انه يفتقد الدخول للعمق. امبابي دائما هو اللي يدخل للعمق، ما يجد المساحه. اقول لك من الاخر، امبابي هو وورلد كلاس بلاير، ما كانش ده المطلوب في مدريد في وجود
فينيسيوس، في وجود بيلينجهام، في غياب خوسيلو، في غياب توني كروس، في عدم وجود مدافعين، كان المفروض مدريد يوجه فلوسه في اتجاه تاني، مش لان امبابي لعيب سيء، امبابي لعيب سوبر ميجا ستار، لكن بس الدوري اللي انت الاسباني عايزه ليس الدوري الفرنسي. لا وغير كده نعم. امبابي بيقدم الاشياء اللي بيقدمها رودريجو بيقدمها فينيسيوس. طبعا الناس هتقول انه بيقدمها افضل لان هم بيقدموا موسم سيء، مفهوم. انا بتكلم في الصيف وانت بتفكر للموسم، انت قررت انك تفقد مزايا في الجيم، استغلال الكرات العاليه في مباراه، وهو من نوادر اللاعبين الذين سجلوا في النهائيات، 4 نهائيات سجل فيها الان. صحيح. وهو لوحده على مستوى، بالمناسبه هو مقدم ليجا ممتازه. نعم. امبابي منفردا لوحده مقدم ليجا ممتازه، النهارده كان عنصر مؤثر جدا. لكن وانت بتعمل تيم بلاننج، مش ده اللي انت عايزه، مش عايز الخفه والمهاره، انت محتاج اكتر كنترول في وسط الملعب لان ما بقاش عندك غير سيبايوس. لكن في عالم كرة القدم دائما لتبني فريق يجب ان تبدا من الدفاع. صحيح. اين الدفاع ريال مدريد؟ اعتقد الدفاع كان بعد الاصابات، الاصابات واحد، وحتى بناء الفريق. انت صح استقطبت مبابي، ولكن انت من فقدت كروس، فقدت خوسيلو. انت لو كان استقطابك لمبابي مع هذه الاسماء حتجد نسخه افضل من مبابي على مستوى الهجوم، ونسخه افضل حتى من ريال مدريد. ولكن انت اول شيء امن ما فقدت، وبعدين ضيف مبابي في جزئيه. البدلاء غير موجودين على كرسي الاحتياط. في جزئيه كمان النهارده انت بتلعب بدلاء مش موجودين. النهارده الجول الثاني هو خطا كورتوا، بس اللي حط كورتوا في الموقف ده اصلا هو ان روديجر بيلعب مصاب. صح. مصاب وعمال يربط في رجله. كنت بقول لك ان انا بغض النظر عن اللقطه السيئه اللي عملها، بالنسبه لي انا اقوى مباراه هذا الموسم لنادي برشلونه عاوتاني كيدير ريمونتادا على ريال مدريد. شاهدنا الريمونتادا على سيلتا فيغو، هاد النوبه شاهدنا ريمونتادا في نهائي كاس ملك اسبانيا. برشلونه كان خاسر ب2-1 امام ريال مدريد، ولكن نجم المباراه بالنسبه لي انا هو فيران توريس، هو اللي جاب هذا اللقب لنادي برشلونه، وايضا لامين يامال وبيدري ورافينيا وكوبارسي. صراحه الله البارسا كامله لعبات اليوم. مبروك لعشاق برشلونه، يستحقوا هذا اللقب هذا الموسم. شاهدنا هذا الموسم هانزي فليك كيفوز على انشيلوتي في الكلاسيكو في الدوري، وفي نهائي السوبر الاسباني، وفي نهائي كاس ملك اسبانيا، وباقي كلاسيكو في شهر 5 في 11 في الدوري الاسباني. هانزي فليك كيقري انشيلوتي كرة القدم هذا الموسم. البارسا اليوم كيستحق هذا اللقب هذا، وبغيتكم نتوما تعطيوني رايكم. ومبروك لعشاق برشلونه، ويستحقوا هذا اللقب. وبالنسبه لي انا كما قلت لكم نجم المباراه هو فيران توريس. والسلام عليكم.